تخيل معايا، أول ما تاخد جرعة كرياتين ناس كتير تفتكر إنه هيحولك لوحش بعضلات في يومين. بس الحقيقة مختلفة خالص. المفاجأة إن الكرياتين مش استرويد ومش ساحر بيكبر العضلة وإنت نايم. أمال الكرياتين بيعمل إيه؟ هقولك بيعمل إيه. أول ما الكرياتين يدخل جسمك بيروح على طول على العضلات ويبدأ يملى حاجة اسمها مخزون الفسفوكرياتين. تخيلها معايا كأنها بطاريات طاقة صغيرة جوه كل خلية عضلية. طيب إمتى بنستخدم البطاريات دي؟ أول ما ترفع وزن تقيل، تجري بسرعة، أو تعمل حركة انفجارية، عضلاتك بتصرف من مخزون الطاقة. مخزون الطاقة اسمه ال ATP، وده أسرع مصدر طاقة في جسمك. المشكلة إن ال ATP بيخلص بسرعة جدا، حرفيا في ثواني. هنا بقى الكرياتين يدخل ويقول استنوا أنا معايا شاحن. الكرياتين يدي مجموعة الفوسفات لل ATP الخلصان ويعيد شحنه فورًا، فتقدر تطلّع قوة تاني وتكمّل التمرين. يعني ببساطة الكرياتين عامل زي زرار refresh لقوتك. بس استنى، في جزء أهم ناس كتير ما تعرفوش. الكرياتين مش بس بيساعدك ترفع تقيل، ده كمان بيساعدك تستعيد طاقتك بين كل عدّة والتانية. يعني إيه؟ يعني التعب يتأخّر، الأداء يعلى، وتقدر تزوّد تكرار كمان، أو تشيل وزن أعلى سِنّة بسيطة. والسِنّة البسيطة دي هي دي اللي بتعمل الفرق على المدى الطويل. تكرارات زيادة، حجم تمرين أكبر، مجهود أعلى، ساعتها بيساوي نمو عضلي أكتر مع الوقت. الكرياتين مش بيبني العضلة لوحده، بس بيديك القدرة إنك تتمرن أقوى، والتمرين الأقوى هو اللي بيبني فعلا. ومعلومة مهمة ليك يا صديقي، الكرياتين مش بتاخده من نفسك كده وخلاص، لأ، لازم دكتور متخصص أو مدرب فاهم وشايف حالتك. دلوقتي السؤال ليك، جربت الكرياتين قبل كده ولا لسه بتفكر؟ اكتب لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك والشير، دعمك سبب الاستمرار يا صديقي.